لو عايز تجيب في البنك الاهلي جون، كلم الفدائي وسام ابو علي على التليفون. الف الف مبروك يا سوسام. ان شاء الله الهدف بتاعك ده هيبقى هدف الدوري للاهلي. وخليني اتحييك تحيه بسيطه مش على قد المقام كده يعني. حبيب قلبي، تسلم على التحيه دي يا باشا. وبعدين بتوع البنك الاهلي دول مش سهلين خالص ونشفوا رقنا. دول كانوا مأمنين على المرمى بتاعهم زي ما تكون خزنه مليانه ذهب ومجوهرات، بس بفضل الله الفدائي دخل عليها وفورها. هو انت فورتها بس؟ ده انت هديت البنك على اللي فيه. وبعدين انا قلت لازم جردشار يطلع وينزل الفدائي وسام ابو علي، هو اللي هيخلص الدنيا. بس الصراحه الواد ياسر ابراهيم يشكر، عمل لك حته اسيست بالمسطره والمقاس. الصراحه الواد ياسر ابراهيم ده عالمي. الماتش اللي عدى طلع الكره من على خط المرمى في اخر دقيقه وجاب لنا 3 نقط، والماتش ده عمل اسيست حكايه في اخر دقيقه برضه وجاب لنا ال3 نقط. ده انا بكره ان شاء الله هعزمه في قصر الكبابجي. ده انت المفروض تجيب له قصر الكبابجي لحد البيت عنده. المهم يا سوسان، باقي على الدوري نقطه واحده. شدوا حيلكم كده الماتش اللي جاي قدام فاركو بتوع الحجن والبرشام علشان نحتفل بقى وتبقى ليله. يا باشا ان شاء الله هنجيب ال3 نقط، مش نقطه واحده، وهنفوز بسكور كمان علشان نأمن نفسنا. ولا تقول للبنك ولا فاركو، الاهلي هيجيب الدوري في شوال وهيفرحكم. ربنا يطمن قلبك يا سوسان. بس قول لي صحيح، علي معلول بعد انت ما جبت الجون لا جري ولا احتفل ولا حتى فرح، وبعد الحكم ما صفر والماتش خلص راح طلع من الملعب ومش على طول وكان مستعجل. قال له هو كان عنده ميعاد ضروري ولا ايه؟ يا عم بطل استظراف، ميعاد ايه اللي هيبقى عنده في نص الليل دلوقتي؟ ده هو زعلان علشان مش بيشارك في الماتشات. بس السبب الرئيسي بقى ان دوره كان الشهر ده في الجمعيه اللي احنا عاملينها، ولما الكابتن عماد النحاس جه الاهلي دخل معانا في الجمعيه وراح قبض مكان معلول. طب ما هو الصراحه معلول لحق يزعل، يمكن كان هيشتري حاجه ضروري ولا بتاع بالجمعيه دي. ده حتى انا استغربت ان عماد النحاس طلع امام عاشور ونزل معلول، وقلت في نفسي ايه اللي بيحصل ده؟ ده حتى امام عاشور نفسه كان طالع بيشد في شعره. الصراحه الواد امام عاشور ده المفروض ما يتبدلش خالص. ده كان واخد الملعب رايح جاي بيهاجم وبيدافع. ده غير انه جاب حته جون عالمي وبرجله الشمال كمان، صدق اللي سماه امام عاشور السطور. بس ما تاخذنيش برضه يا سوساء، الهدف اللي جه في الاهلي بتاع التعادل ده كان هدف كوميدي. ده الواد اللي اسمه ايمن نور ده استلم الكره براحته ولف وشاط والكل واقف يتفرج عليه. ده حتى الشناوي ما عرفش يعمل حاجه. اولا ما اسموش ايمن نور، اسمه ياو انور. وبعدين الواد كوكا والعش هم اللي سابوا سيد نيمار يعدي وراح مدي الكوره لياو انور، ونفس الكوره دي جت جون في بيراميدز ومن نفس اللاعب. انا مش عارف والله هنعمل ايه في موضوع الدفاع ده واحنا داخلين على كاس العالم للانديه. ده هناك فيه ميسي الحقيقي مش نيمار بتاعنا، فلازم بقى نفك كده ونظبط نفسنا. ما تقلقش خالص، كل الامور تحت السيطره. بقول لك ايه، ما تعمل لي تحيه تاني زي اللي عملتها دي. ما خلاص يا سوسام هو فرح، وبعدين لك عليا يا سيدي هعمل لك احلى تحيه يوم ما تاخد الدوري.